كواليس وحكايات فنية. يا ولدي يا سالم، خلي منك سالفة السفر هذه واجلس معانا. انت ما تريني تفتخري فيني؟ أنا مفتخرة فيك بدون ما تسافر. إذا سافرت بتفتخرين بي أكثر، برجع متعلم وفاهم، بفيد نفسي وبفيد أهلي. وبيفيد إيش هذا يا ولدي؟ تكلمي يا أم عامر، قنعي، يمكن بيخلي عنا سالفة السفر هذه. يا خالة، ما بتكون معزتي عند ولدك أكثر من شيء أنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أبو سالم، قنع ولدك يخلي منه سالفة السفر هذه. ما عاد شي فايدة من الكلام. سالم الرجال يعرف مصلحته. يا ناس رحموني، أنا أم، كيف بغيتوني أتحمل غيابه؟ يا أمي صبري صبري، أنا وعدي هي كم سنة وأرجع، وإذا رجعت ما أسافر مرة ثانية. بس خلاص يا مسالم، خلي على راحته وتدعي له بس. حي سهل، حي سهل، بك سهل، حي بالنصور، بك حي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حي وسهلا، يا حي وسهلا. كم سهلة. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ الحمد لله يا كيف ولدي سالم؟ الحمد لله بخير. خير هو؟ الحمد لله. خير. خير إن شاء الله. حد من أهلي في شيء في القبل؟ أهلي شو؟ أنا طالب منك تشجعيني وتدعي لي بالتوفيق. الله يوفقك، بس على الأقل تكون شفت اللي في بطني. إذا الله أراد بشوفه إن شاء الله. انتبه لنفسك يا ولدي، وما وصيك كل شيء ولا صلاتك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من كواليس وحكايات فنية، ونستكمل معا اختيار مواقع تصوير مسلسل الغريقة. فاليوم نتحدث عن اختيار بيت أبو سالم، والذي تم اختياره في البيت التراثي بمركز البلدية الترفيهي بمدينة صلالة، حيث طبيعة المكان تتناسب مع زمن وقائع المسلسل عام 1959، من حيث شكل البناية والأثاثات والمفروشات والإكسسوارات والألوان المستخدمة في هذا الوقت. وش بقى غير اطلال المكان وصمت واسوار اللي كان، ما بقت غير البقايا تسكنه وذكريات موجعه ومحزنه، ما بقى غير أطلال المكان. ولا زال بنستخدم نفس الخطاط ونفس الأشياء الأعراس. لما يكون عندنا مناسبة عرس، الحاضرة اللي بتقابل العريس لازم تكون كذا، تحس على الشكل أفتح، يعني أشياء متطورة أحسن من اللي شفته الحين. ما بتطلع على طابق ثاني. هذا هنا كتب 1 2 3 4 ماله. هذا طريقة الزواج في ولاية صلالة قديما، يعني من 1959. الزواج الحديث طبعا مختلف. يا اخي خلي الرجل بس اخرج بسرعه قال يا حد السير قصير كده. ويتم التحضير للمشهد
وتحديد زوايا التصوير من قبل المخرج. ويكون فريق العمل بتنفيذ وتجهيز الديكور من إضاءة وفرش وإكسسوارات وملابس ومكياج وإلى آخره من متطلبات السيناريو والحوار، حتى يظهر المشهد بصورته النهائية كما يراه المشاهد على الشاشة. أطلال المكان وش بقى غير أطلال المكان وصمت وأسوار اللي كان ما بقت غير البقايات تسكنه وذكريات. تابعوا معنا سلسلة حلقات كواليس وحكايات.